كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني. النهاردة هعمل معاكم أكلة سهلة جدا جدا وبسيطة قوي، كمان هتبقى حلوة جدا في رمضان. دي كده عندي شرايح لحم ستيك. انا هعمل معاكم أكلة اسمها شرايح اللحم او شرايح الاستيك بصوص البصل. بيبقى عندي هنا شرايح من اللحم كده. طبعا بتطلبي من الجزار انك انت هتعمليها ستيك، فهو بيديكي القطعيه الصح ليها. وطبعا يا ريت يكون الجزار يا جماعه واثقين فيه وكويس قوي، لان بلاش تغسليها، يعني مش مستحب ابدا ان اللحمه تتغسل. طبعا دلوقتي هبدا معاكم هنا هتبلها بشويه ملح، وكمان هحط شوية فلفل اسمر. للأسف قفلت الكاميرا ونسيت افتحها. في الوقت ده كنت بحط بقية البهارات بتاعتي اللي كانت عبارة عن توم باودر وبصل باودر، كمان حطيت شوية بابريكا وشوية كزبرة ناشفة وشوية بهارات. دي كل التوابل اللي انا حطيتها على اللحمه بتاعتي، وببدا ان انا ادعك اللحمه في التوابل كويس قوي قوي، بس للاسف كل ده كنت بعمله والكاميرا مقفوله وانا مش واخده بالي. وبكده اكون تبلت اللحمه بتاعتي كويس قوي. هجيب بقى الاسترتش بتاعي وابدا ان انا اغطيها بالشكل ده كده، وهدخلها التلاجة لمدة ساعة، واشوف هعمل معاها ايه على بال ما تكون اتبلت في التلاجة لمدة ساعة كده. انا خرجتها بعد الساعة. شكلها بيغمق شوية وريحتها بتبقى عايزة اقول لكم حاجة كده رهيبة، بتبقى بجد تحفة. عندي هنا بقى في طاسة على النار انا حاطة قطعة من الزبدة، وحاطة كمان زيت ذرة، بنزل عليهم بشرايح اللحمة بديهم صدمة بالشكل ده كده اهو. طبعا بتقفل المسام بتاعتها وبتطلع ريحة جميلة جدا. بخلص طبعا كمية، بقلبها الناحية التانية، وبمجرد ما هي على فكرة كده يا جماعة بتاخد تقريبا 3/4 سوا، يعني بتاخد حوالي 60% او 70% سوا بالخطوة دي. حطيت بقية الكمية بتاعتي لحد ما بخلصها خالص وبطلعها من المقلاية بتاعتي. بيبقى ده كده شكلها اهي بعد ما طلعتها كلها. في نفس الزيت والزبدة دول هنزل ببصلاية كبيرة انا مقطعاها جوانح او جوليانو زي ما بتقولي. خلاص ببدأ ان انا اقلب البصل بتاعي كويس قوي واشوحه في البهريز بقى اللي نزلت من اللحمة دي. زودت انا قطعة زبدة كمان كده عشان تطعم اكتر. خلاص، وبحط كمان معلقة دقيق. طبعا نوع دقيق يكون كويس جدا يا جماعة، علشان اكلك يطلع طعمه حلو لازم تستخدمي انواع كويسة من اي حاجة انت بتستخدميها. خلاص عندي هنا بقى كده البصل بدأ ان هو يدبل تماما اهو، بعد ما حطيت كمان فيه معلقة الدقيق. هنزل بقى بحوالي كوبايتين مية سخنة من الكتل على البصل بتاعي علشان نعمل الصوص بقى. وطبعا الدقيق ده انا حطيته علشان يدي للصوص بتاعي قوام، بيخليه جميل جدا، مش قادرة اقول لكم ازاي بيبقى روعة وريحته تحفة. الوصفة دي تشبه البيكاتا شوية، بس في اختلاف برضو. هحط بقى كمان مكعب مرقة. طبعا هتقولي لي المرقة غلط والكلام ده كله، انا مش بكترها ابدا، بس في وصفة زي دي انا محتاجة اضيفه علشان يطعم لي الصوص بتاعي. خلاص بتدوقيه الصوص، لو عايز ملح او اي حاجة بتضيفيها له. خلاص بالشكل ده كده هو خد قوام، انا هقفل عليه وكده بقى هو زي الفل وبقى تمام. هطفي بقى عليه بعد ما خد القوام كده الصوص بتاعي. بطلع بقى البايركس بتاعي او اي صينيه عندك، مش مشكله تكون، يعني مش مهم خالص تكون ازاز، اي صينيه عندك، وبترصي فيها شرايح الستيك بتاعتك بالشكل ده. وبتبدأي تجيبي الصوص بعد ما يبقى جاهز معانا، وبنزل بيه على الستيك بتاعي بالشكل ده كده. بحط على كل الستيك بتاعي من الصوص بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. مش هتكلم كتير عن الريحة وعن الطعم بتاع الصوص وعن الشكل، انت جربي وهتشوفي.
يعني خطوة كده إضافية، بقطع كده قرن فلفل عليها وببدأ إن أنا أغطيه بورق الفويل أهو، وهدخله الفرن بتاعي و على درجة حرارة عالية يا جماعة، وبحطه في النص، يعني أنا بحطه على الشبكة اللي في النص بس درجة الحرارة بتبقى عالية بتاعة الفرن. بعد ربع ساعة بطلعه وببدأ إن أنا أقلب شرايح الستيك بتاعتي على الناحية التانية بالشكل ده كده أهو. وبعد كده ببدأ ان انا اغطيها تاني وبدخلها الفرن لمدة ربع ساعة كمان، وبتبقى استوت وزي الفل. بزينها بقى بأي حاجة عندي، ما عنديش بقدونس بس اتصرفت. دي كده طماطم انا مقطعاها وقرن فلفل. عايزه اقول لكم يا جماعه جربوها، وفي عزايم رمضان او العزومات بتاعه رمضان هتبقى اكله جميله جدا جدا فوق ما تتخيلي. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، بتمنى ما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.